السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة مش بس هنعمل رز بلبن عادي، لا هنعمله بطعم وشكل جديد يدخل السعادة على قلوب الناس ونوزعهم على قرايبنا وجيراننا وأي حد محتاج. زي ما الخير دايما ليه ألوان وأشكال، احنا كمان حبينا نغير في الشكل والطعم، بس الهدف واحد: نفرح قلوب الناس اللي حوالينا ونوزع عليهم محبة وسعادة في طبق بسيط. يلا بينا نشوف عملنا الرز بلبن ازاي بطريقة جديدة ومبهجة لكمية كبيرة. هنجيب حلة نحطها على النار، هنضيف فيها 6 لتر من المية، وأول ما تغلي المية نبدأ نضيف الرز بتاعنا مغسول، وهو حوالي من 5 ل6 أكواب من الرز. نقلب كويس ونستمر في التقليب، وأول ما يزداد حجم الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نبدأ نضيف 8 لتر من اللبن ونستمر في التقليب ونهدي النار. شاركوا معايا الخير وابعتوا الفيديو ده اللي نفسه يعمل الخير بس مش عارف يبدأ منين، وأنا هنا هقول لكم المقادير وكمان الأسعار وهكتبها لكم في صندوق الوصف. معانا كمان كيلو من السكر، وممكن تزودوا شوية على حسب الرغبة. وبعد كده هنبدأ نضيف السكر بتاعنا على الرز بلبن، وطبعا نستمر في التقليب لغاية لما يدوب السكر. في ناس كتير بتحب تعمل الخير بس بتفتكر ان الخير محتاج ميزانية كبيرة. انا هنا بسطت معاكم الميزانية، هنعمل علب رز بلبن كتير وهنوزع على الحبايب. وطبعا دي فكرة حلوة قوي ان احنا ممكن كلنا نعملها في يوم عاشوراء. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرجع لوصفتنا تاني. نجيب بولة فيها كوباية مية ونضيف عليها 5 معالق من النشا، وبعد كده نبدأ نقلبها كويس قوي ونستمر في التقليب، وهنضيفها على الرز باللبن. يلا اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة لو انتوا لسه جداد عندي في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معانا كوباية باستري كريم وكوباية كريم شانتيه، وديت عاملة 20 جنيه ودي ب20 جنيه، ودي خطوة اختيارية ممكن ما تعملوهاش، لكن هي بتدي طعم غني وكريمي ناعم جدا للرز بلبن. هنضيف عليها نص كوباية مية ونبدأ نقلبهم كويس قوي علشان ما يتكتلش لما نيجي نحطها على الرز بلبن السخن. وعايزة اقول لكم حاجة، ساعات ابسط حاجة ممكن تفرح قلب حد وتفرحنا معاه. طبق الرز باللبن ممكن يكون سبب فرحة وسبب أجر كبير عند ربنا، ودايما نقول يا رب اجعلنا سبب في إسعاد غيرنا، اللهم آمين. بعد كده نبدأ نضيف الباستري كريم والكريم شانتيه على الرز باللبن ونقلب كويس جدا. دلوقتي هنبدأ ناخد كمية من الرز بلبن ونحطها في حلة تانية علشان نعمل الشكل الجميل للرز بلبن. طبعا الخير مش بالشكل، الخير بالنية والقلوب الطيبة، يا رب يتقبل. هنبدأ نضيف علبة شربات على الرز بلبن، وهو ده اللي هيديله الطعم الوهمي، وأنا متأكدة إن الناس هتتحير في طعمه. هيدي طعم فراولة أو توت، طعمه هيبقى تحفة، يا رب يعجبهم. طبعا دي حاجة جديدة ومبتكرة هتدخل السعادة في قلوب الناس. وأول ما نوصل للمرحلة الحلوة دي للرز بلبن نبدأ نطفي النار عليه ونسيبه يبرد شوية، وبعد كده نبدأ نوزعه في العلب المخصصة للأكل السخن، وهقول لكم برضو سعرها قد ايه. هنضيف الرز باللبن الأبيض الأول، وأول ما يبرد شوية نبدأ نضيف الرز باللبن بالشربات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عملنا كمية حلوة قوي ما شاء الله، اللهم بارك، ويا رب يقدرنا على فعل الخير دايما يا رب. يعني الكمية دي هتعمل 100 علبة رز بلبن، يعني 100 بسمة و100 دعوة من القلب. بعد ما نوزع الرز بلبن في العلب كلها نسيبها تبرد وتهدى شوية، وبعد كده نغطيها وندخلها التلاجة، وبالهنا والشفا على كل قلوب الناس. وبكده عملنا رز بلبن بطعم وشكل جديد. هقول لكم دلوقتي المكونات والمقادير اللي احنا عملناها: 6 لتر من المية، 5 أكواب من الرز، 8 لتر لبن كامل الدسم، كيلو من السكر، 5 معالق نشا، وكوباية كريم شانتيه، وكوباية باستري كريم، وديت خطوة اختيارية، وعلبة شربات. وتكلفة كل الحاجات ديت هتعمل في حدود 500 جنيه،
وانا طبعا هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله.